مفاجأة كبرى تحدث في نادي الزمالك وانفراد بكافة التفاصيل. ولما تعوز تسمع خبر حصري وصحيح وكامل تعالى لبابا المجال يقول لك كل التفاصيل. بصوا، اللي هقوله لكم دلوقتي ده كلام محتاج حضرتك تسيب كل اللي حواليك دلوقتي وتركز قوي في الفيديو ده وتكمل معانا الفيديو للآخر عشان تسمع تفصيلة تفصيلة. والكلام اللي بقوله لك ده هو اللي هيتقال بكرة في الإعلام، وهو اللي هيتقال بعد شوية في الإعلام، وهو اللي هيتقال في كل المنصات. لكن البعض هيقول لك اسمه وخلاص، لكن مش هيقول لك التفاصيل الكاملة. قبل ما اتكلم اعمل لايك، اكتب حالا عاش الزمالك، شير الفيديو في كل مكان، واثبت حضورك دائما وابدا باللايك وعاش الزمالك. بنحتاج دعمكم كثيرا علشان نواجه الحملات الدنيئة اللي معمولة من بعض الاشخاص ومن لجانه الالكترونية، وحسبي الله ونعم الوكيل. كله عمل لايك يا جماعة، كله كتب عاش الزمالك. طيب ايه اللي بيحصل؟ بقالنا ساعتين قاعد بتفرج، بقالي ساعتين قاعد كده حاطط رجل على رجل وبتفرج، سايب كله يجيب اللي عنده وكله يخرج الكلام اللي جواه علشان اطلع اقول لحضرتك التفاصيل الصحيحة واصحح للكل واقول للكل ايه الحقيقة وماذا يدور. ربنا يخليكوا، ربنا يخليك يا محمد يا خليفة، شكرا يا عمرو يا فرج، منورين منورين. شكرا يا استاذ حسن يا ربيع. وانت بتجيبه منين ام خالد؟ بجيبه من عند الراجل بتاع الخضار. يا جماعه مفيش اعلامي في مصر بيطلع يقول لك انا جايب لك الخبر منين، بس خبري صحيح. تمام تمام. ايه يا عم الموضوع؟ لا 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 لا، انا شايف اللايكات قليله والناس ما بتكتبش عاشر الزمالك كتير. انا عايز كل اللي في الفيديو حالا حالا، كل وبعدد المشاهدات عايزين عدد لايكات، مش عايز واحد بيتفرج سلبي. يلا نخش في الموضوع عشان الناس بتزعل لما بنطول. حاضر حالا هنقول لحضراتكم. فينجادا، فاكرين عم فينجادا الزملكاوي القديم اللي حصد مع الزمالك بطولات وحصد مع الزمالك حاجات كتيرة؟ فينجادا على فكرة حبيبي ومن الناس اللي علاقتي بيهم الحمد لله طيبة، ويعني اللي مش مصدقني اهو ده عم فينجادا مع مين ده اللي متعور في حاجبه ده؟ واحد بقى ذكي يقول لي دلوقتي انت حاجبك هنا وكده، لا الكاميرا معكوسه، الحاجب ده اليمين بس كان طالع لك الشمال. فينجادا يا جماعه والزمالك وماذا يدور. فينجادا قدم للزمالك الفتره اللي فاتت خدمات في ملف سبورتنج لشبونه، اللي على فكره برضه عشان الكل كده يبقى عارف، سبورتنج لشبونه يا جماعه فلوسه هتدفع كاش، فلوسه هتدفع كاش. التقسيط مفيش تقسيط، سبورتنج لشبونه رفض كل التقسيط بسبب منه لله اللي حاول ان هو يقول لهم ان الاداره دي هتتحل. وهو صحفي يعني، ربنا يسامحه على كل الفتنه اللي بيعملها وعلى كل الحاجات بدون ذكر اسماء، والحدق يفهم الناس كتير يعني عشان ما بنقولش على حد بعينه يعني. لكن منه لله في حد صحفي حاول يبوظ قصه سبورتنج لشبونه، ولكن الحمد لله الامور اتلمت. كل اللي في الفيديو عمل لايك، مش هتكلم غير لما كل الناس تعمل لايك. انا شايف اللايكات قليله قوي قوي، وعاش الزمالك قليله قوي. انا عايز جمهور الزمالك الداعم، جمهور الزمالك الكبير، جمهور الزمالك المتواجد في كل حته اللي بيرج كل مكان. طيب سريعا سريعا، فينجادا هيجي الزمالك. فينجادا جاي الزمالك وهيجي معاه جهاز اجنبي كامل كامل، والجهاز ده هيكون فيه بعض العناصر الشابه. دي اول نقطه. التعاقد مع فينجادا هيكون قد ايه؟ الناس كلها معترضه. انا هكلمك دلوقتي على قصه الاعتراض وايه سبب الاعتراض. سبب الاعتراض هنقوله لحضراتكم من مين. طيب التعاقد مع فينجادا هيكون 6 شهور، 6 شهور فقط، يعني لنهايه الموسم. فينجادا البرتغالي صاحب الانجازات سابقا مع نادي الزمالك هيتعاقد مع الزمالك لمده 6 شهور لغايه ما الموسم ده ينتهي، ومن بعد كده فينجادا هيعين المدير الرياضي لنادي الزمالك. يعني ايه المدير الرياضي؟ يعني هيشرف على الصفقات وهيشرف على المدير الفني وهيشرف على الأجهزة وقطاع الناشئين وتخطيط منظومة كرة القدم، وكل ما يتعلق بكرة القدم في نادي الزمالك هيكون تحت إشراف فينجادا، اللي كان بالمناسبة مدير فني لاتحاد الكورة الفترة الماضية، ولكن يعني اللي هي الفترة بتاعت كيروش لو حضراتكم تتذكروا. طيب فينجادا مين اللي هيقود الزمالك في معسكر الإمارات القادم؟ لغاية دلوقتي 70%، 70% فينجادا، 30%
الكابتن معتمد جمال. ده فيما يخص ده. طيب فينجادا عمل ايه؟ فينجادا الفترة اللي فاتت الناس بتقول ان هو كان مريح، كان مريح، لكن في نفس الوقت كان بياخد رخص تدريبية، كان بيخش دورات تدريبية، وهو الراجل خبرة كبيرة وعنده نقطة كبيرة جدا جدا تخص لو قلت لكم مين اللي بيتصل دلوقتي اقسم بالله هتخلوني بصوا. يعني هو اول حرف في اسمه اتش، استنوا كده معلش، اول حرف في اسمه اتش. توقعوا مين اللي هيقولوا صح؟ والله والله ليه عليا عزومة سمك في قدورة عشان محدش هيعرف يطلع الاسم، وهو زملكاوي كده يعني من الناس اللي انتوا بتحبوها. المهم نكمل كلامنا. ففنجادا يقترب جدا. طب اعتراض جمهور الزمالك في ايه؟ اضرب اللايك يا غالي واعمل لايك، عايزين حالا ال1000 المتواجدين عاملين 1000 لايك. ايه بقى الموضوع؟ ان كابتن احمد سليمان المسؤول عن ملف الكرة والفريق الأول في نادي الزمالك طلع من فترة مع الإعلامي المهيب وقال الزمالك لن يتعاقد مع مدرب ما بيفوزش ببطولات كل سنة. طب هل فينجادا بيفوز ببطولات؟ الإجابة لا، فينجادا أصلا ما بيدربش بقاله زمن، من أكتر من يجي على ما أتذكر يعني حوالي 10 سنين. لا لا لا، مش حد في الإدارة خالص، مش حد في الإدارة خالص، عشان ما حد اللي بيكتبوا لي لا والله مش كابتن هشام نصر ولا حد من الناس دي خالص. فالقصة دلوقتي أنا بقول لحضراتكم المعلومات، الكلام اللي بقوله لك حالا ده هتلاقيه مكتوب في كل حتة، كله كتب فينجادا، كله كتب وخلاص. أنا بجيب لك تفاصيل التفاصيل وديتيلز الديتيلز اللي مش هتسمعها في أي مكان. طيب ده فيما يخص هذا الملف وقصة فينجادا بالكامل. يبقى اللي احنا قلناه لحضراتكم دلوقتي إن فينجادا هيدير الزمالك فنيا لنهايه الموسم. على فكره يا جماعه انا هقول لكم بمنتهى الصراحه، كابتن هشام نصر بعت له حاجات تضيف لنادي الزمالك كتير وما ردش عليا يعني، فمش هو اللي بيتصل، تمام؟ مش هو اللي بيتصل خالص. طيب ايوه في حد كتب الاسم صح، هو قنبله الموسم يا جماعه. مش هقول لكم اكتر من كده بقى، خلاص بس خلاص بقى، عشان ايه الراجل بجد مأمني اني ما اقولش بس، او يعني ما خرجش الكلام، او ما ينفعش ان انا اقول لكم من الاخر. المهم فده اللي حصل في قصة فينجادا بالكامل، علشان كل الناس هتجتهد ويكتبوا لك كلام، والكلام ده فيه جزء من الصحة. الاسم مطروح بقاله فترة، كان فيه انقسام في مجلس الإدارة على قصة فينجادا، وراجعوا فيديوهاتي السابقة هتلاقيني بقول لك الكلام ده، ان كان فيه انقسام في قصة فينجادا، لكن الحمد لله الموضوع كده اعتقد استقر بنسبة كبيرة. فينجادا هتلاقيه جاي مصر مثلا بكرة او بعده بالكتير، وطبعا احنا عارفين سفر الزمالك يوم الخميس القادم. اما بخصوص سبورتنج لشبونه الفلوس هتدفع بالكامل كاش، والزمالك مع الفلوس يا جماعه، وكان في مبلغ متحول هيتم تحويل باقي المبلغ، وهي دي القصه من طقطق لسلام عليكم. لكن في حاجات كتيره قوي. لا والله بصوا عشان تبقوا بس ايه مريحكم، ولا استاذ هاني العتال ولا استاذ هشام نصر ولا حد في الاداره دي ولا حد في الاداره دي ولا حد في الاداره السابقه، تمام؟ هو حد بيلعب كوره، يلا سهلتها لكم، ولاعب لو قلت لكم هتعرفوا سي مركزه معروف قوي، وهو حرف الحاء او الاتش على طول. المهم عموما تشرفت بحضراتكم. اتمنى من كل اللي دخل الفيديو ده لو اول مره تتابعنا تعمل متابعه للصفحه وتعمل متابعه لليوتيوب، وعايزين ال1000 اللي في الفيديو حالا، عاملين 1000 لايك و1000 متابعه. وعمرو فرج بيقول لي اعمل مسابقه خاصه بامم افريقيا من العندي قبل العندي، حاضر. وان شاء الله باذن الله القضيه طبعا بتاعه الزمالك خلاص يعني بكره او بعده على ما اتذكر، ان شاء الله ربنا يقدم الخير وكل القادم يكون خير وكويس لنادي الزمالك ونادينا العظيم دايما. وافتكروا نختلف في الكوره، لكن احنا في الاول والاخر اخوات واصحاب وحبايب، مش عايزين بينا اي فتنه، وانبذوا صناع الفتنه حتى لا تحاسبوا دنيا بالقانون واخره امام الله عز وجل. شكرا جدا جدا لحضراتكم، كنت معاكم محمد عبد العال أومادو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الناس بتقول لي اقرا التعليقات، حاضر هاخد تعليقين، حاضر. الونش بحرف الاتش ازاي؟ تصدق اتش ونش، هسيبه ونش على طول يا هشام؟ لا مش الونش. ابو ندى حازم امام، لا. مساء الخير مساء الفل يا ميدو. الناس كلها متجننه تعرف مين، شعب فضولي شعب فضولي. هتعرفوا مين الفيديوهات الجايه لما اطلع اقول لكم. شكرا حسن موافي باب المجال، شكرا لحضرتك، شكرا ليكم. الله يخليك احمد السريع، عشان الزمالك يستلموا جميعا الدعاء لوالدي ووالدتي بالرحمه ولوالدي باذن الله ولكل امواتنا. شكرا ليكم، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.